السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا دايما في افضل حال وفي افضل صحة. كان في كذا كومنت على الصفحة بيسأل عن التهاب الرقبة اللي بينتج عنه بعد كده وجع في مفصل الكتف، كتف واحد او اتنين، وبيمتد الالتهاب ده لحد ما بيوصل لحد صوابع الايد. ايه سببه وازاي نقدر نفرق ما بينه وما بين مثلا متلازمة النفق الرسغي اللي هي الكابرتون سندروم، او اي ضغط على العصب تاني بيكون موجود اما من الكتف او حتى من اي حاجه تانيه على طول النيرف كورس او على طول العصب ما هو ماشي لحد ما يطلع للرقبه. احنا هنرد على السؤال ده بمشيئه الله في الفيديو بتاع النهارده، بس كالعاده قبل ما نجاوب عليه ما تنسوش انكم تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا مصطفى سليم وهنا حكيم اعصاب. يلا بينا بقى نبدا في الحلقه. احنا زي ما اتفقنا قبل كده وقلنا ان العمود الفقري هو اللي بتتوزع منه الأعصاب على كافة أنحاء الجسم ببساطة شديدة جدا. وبالتالي احنا عندنا مجموعة من الأعصاب فوق احنا بنسميها البريكيال بليكسس، مالكش دعوة خالص بالأسماء. الأعصاب دي بتبدأ تطلع معانا من الرقبة، تمتد، تشوف بقى هي رايحة فين. كل عصب ليه مكان معين رايح يغذيه ويقوم بأكشن معين فيه. وبالتالي لما بيحصل ضغط بالنسبة لنا على الرقبة، ولما بيحصل بالنسبة لنا مشاكل في الرقبة بداية من الشد العضلي، بداية من استقامة الفقرات، بداية من الغضاريف لحد الانزلاق الغضروفي أو لحد تزحزح الفقرات، كل الكلام ده بيأثر على العضلات بيأثر على الماسكولوسكيليتال جونكشن او الغضاريف، وبيأثر على الحاجات دي كلها، ولكن طبعا في الأساس بيأثر معانا على العصب. ولما يأثر معانا على العصب، ولأن الأعصاب بالنسبة لنا الريسبتورز اللي بتبقى موجودة في الجسم بتبقى انتجريتد جدا ليها، يبدأ يسمع معانا بعد كده بوجع أو بتنميل أو بحرقان زي ما شرحنا قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت. وبالتالي لما يحصل عندنا مشكلة في الرقبة تبدأ تضغط على العصب اللي موجود في الحتة دي. يعني مثلا انا حصل لي غضروف في الفقره الخامسه والسادسه في الرقبه مثلا على سبيل المثال، وبالتالي الفقره الخامسه والسادسه دي بيطلع منها اعصاب معينه، والاعصاب المعينه دي بتسمع في حته معينه في الجسم، لان وظيفتها هنا بتسمع في الحته المعينه دي، سواء كانت اعصاب حركه او احصاء او اعصاب احساس، درماتوم او مايوتوم يعني. تمام. لما تحصل بقى مشكله في الرقبه يبدا المريض يحس بوجع في الجزء اللي كان بيأثر فيه العصب وبيوصل له وبيعمل فيه حركه معينه، على حسب بقى اي مشكله بتبقى موجوده في الرقبه. وبالتالي ممكن يسمع معانا في الرقبه فقط في حاله الضغط الخفيف، ممكن يسمع معانا كمان في الكتف، كتف واحد او كتفين، على حسب الغضروف ده. مثلا لو احنا خدناه كمثال، مسمع في حد فين؟ في القناه العصبيه، معدي نص القناه العصبيه ولا مش معدي نص القناه العصبيه، وهكذا. ممكن كمان في الحالات الشديده يبدا يسمع معانا لحد ما يوصل معانا للايدين. طيب ازاي اقدر افرق ما بينهم، ما بين مثلا الكابرتون سندروم او متلازمه النفق الرسغي، وما بين ان يبقى العصب انا دلوقتي عندي مشكله ومشكله العصب دي جايه بالنسبه لي من الرقبه؟ طبعا احنا عشان نفرق لازم ان احنا نروح نكشف عند دكتور المخ والاعصاب، لان الفيصل بالنسبه لنا هو رسم العصب. ولكن حتى لو احنا كنا بنتكلم كلينيشن او احنا بنتعامل في التستات والحاجات بتاعه الكشف والتشخيص وهكذا، انت بتعرف الموضوع ده لو انت كان عندك هيستوري قبل كده في الرقبه بالنسبه لك فيها مشاكل. انا عندي اوريدي مشكله في الرقبه ورقبتي كمان بتوجعني، وبدا يحصل لي دلوقتي يحصل بالنسبه لي تنميل في الايدين، في اخر صبعين، لا في الصوبع ده، لا في الهايبوسينا او في الحته دي، على حسب. بس انت كمان معاك مشكله في الرقبه، يبقى احنا هنعرف هنا ان الاوريجينيشن والانسيرشن بتاعنا او البدايه والنهايه بتاعه العصب فيهم مشاكل، يبقى احنا كده هنرجح بالنسبه لنا ان المشكله من الرقبه. انما لو كانت مثلا ست بيت، والست البيت دي هي بتشتغل وشغل البيت بالنسبه لها، او شخص بيكتب كتير وهكذا، وكل مشكلته ان هو بيكون عنده تنميل هنا، يبقى الارجح بالنسبه لنا ان هو ممكن يكون كابرتون سندروم. ولكن ده لا يغني تماما ان هو الفيصل. احنا بنكشف الاول، وبعد ما بنروح نكشف بنعرف السبب الرئيسي ايه بعد ما بنروح نكشف عند دكتور المخ والاعصاب. وممكن كمان بيحصل الكابرتون سندروم دي او بتحصل اي مشاكل تسميع من العصب تحصل كسكندري بروبلم او كمشكله ثانويه نتيجه الضغط على العصب من المصدر بتاعه من فوق من الرقبه زي ما احنا قلنا.
طيب الحاجات دي كلها احنا بنتكلم فيها بالنسبه لشخص بيعاني من وجع او تنميل او حرقان. الثلاث حاجات دول اللي احنا دايما بنقول عليهم ان العصب بيكلمنا بيهم او ان الجسم بيكلمنا بيهم: عصب، وجع او تنميل او حرقان. وبالتالي انا هنا بعمل او بوجه كلامي للشخص المريض اللي بيحس ده احنا لازم نروح فورا نكشف عند الدكتور. وما ينفعش ان احنا مجرد نعمل تمارين او هكذا، لان التمارين في الحالات دي بتبقى مش كافيه اطلاقا، لان احنا هنا عندنا ضغط على العصب، في حاجه ضغطه بالنسبه لنا على العصب. ففي الحالات المايلد او في الحالات المودريت، يعني في الحالات الضغط الخفيفه او حالات الضغط المتوسطه، بيتحول لينا بعد كده في العلاج الطبيعي عشان نبدا نشيل الضغط على العصب، مش من التمارين العلاجيه اللي انت بتشوفها هنا في الفيديوهات فقط. التمارين دي هدفها زي ما قلنا قبل كده باستمرار ان هي تمارين بروفيلاكتيك، تمرين تحافظ على الناس ريسك فاكتورز او تمارين وقايه، بقوي بيها العضلات، بقوي فيها المنطقه بشكل كامل، بحافظ على الجود الاينمنت بتاع الجسم او الشكل الصحيح اللي المفروض يكون موجود في الجسم في الناحيه دي، مش اكتر من كده. انما عشان اشيل ضغط من على العصب او عشان احرر العصب من الضغط اللي واقع عليه او عشان اعالج المشكله دي بالذات، لازم بنروح نكشف عند دكتور المخ والاعصاب، نعرف المشكله بالنسبه لنا ايه. في 99% من الحالات بتتحول بعد كده لدكتور العلاج الطبيعي. نخلص كورس العلاج الطبيعي كامل يا جماعه، لان انا ياما بشوف فيديوهات: يا دكتور انا عملت 6 جلسات علاج طبيعي والعلاج الطبيعي تعبني، او انا ما كملتش العلاج الطبيعي لان انا بدات احس براحه في اول 6 جلسات وبعد كده وقفت. الكلام ده ما بقاش صح، الكلام ده ما ينفعش. 6 جلسات او حتى 12 جلسه مش كافيه اطلاقا ان انت تخف او ان احنا نعالج المشكله من بابها، ان كانت related to الفيزيكال ثيرابي او ان كانت موجهه للعلاج الطبيعي. لازم نخلص كورس العلاج الطبيعي كامل. طيب المشكله اللي احنا بنتكلم عنها او مشكله ضغط العصب بقى ممكن تاثر على مين؟ ممكن تاثر علينا كلنا بلا استثناء. ممكن تاثر علينا، وممكن الانسان ينام ويقوم يلاقي عنده تنميل او عصب. ده انت لو مسكت الموبايل غلط وانت انسان طبيعي فتره معينه بتلاقي ايدك بتنمل ولازم تسيب التليفون وتقعد تفك في ايدك كده عشان العصب بالنسبه لك او عشان ايدك تخف والحركه تبقى بالنسبه لك تبقى سلسه. وبالتالي التمارين اللي احنا هنعملها دلوقتي، البروفيلاكتيك اكسرسايزز اللي احنا هنعملها دلوقتي دي، هدفها ان احنا نحافظ بيها على شكل الرقبه، وبالتالي تمنع او تقلل من نسبه حدوث الضغط على العصب او اي مشاكل في الرقبه زي الشد العضلي او الاستقامه او الغضاريف او الانزلاق الغضروفي، مع الحفاظ كمان على ان انت تشتغل صح اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده. هنشرح ال3 تمارين باختصار واحنا اتكلمنا عنهم قبل كده. اول تمرين ان انت بتعمل استطاله جانبيه للرقبه برفق شديد، تعمل استطاله عشان تعمل استرتش او تعمل استطاله للعضلات اللي موجوده هنا في الرقبه. تعد من 1 ل10، الاستطاله تبقى خفيفه، وبكرر الاستطاله تبقى خفيفه ما تتعفاش على نفسك. ثم الناحيه الثانيه برضو استطاله خفيفه للناحيه الثانيه، وبعد كده بتعمل استطاله خلفيه للرقبه ومعاها استطاله كامله للظهر لورا. المفروض بتبقى بالايدين، بس انا برضه ضيق معايا شويه مش لازم نخش في التفاصيل دي. تبدا تحط ايدك لورا وتبدا تعمل استطاله بالنسبه لك، وبرضه الاستطاله تبقى خفيفه. ال3 تمارين دول هي تمرينات رينج اوف موشن. في تمرينات تانية ليفل 2 صعبه شويه، ان انت بتبدا تعمل مقاومه، ان انت بتحط ايدك مثلا هنا وبتبدا تقاوم حركه الرقبه بالنسبه لك لتحت، ثم بعد ذلك برضه لورا بالنسبه لك، ان هي بتبقى في مقاومه اللي احنا بنسميها الريزيستنت اكسرسايزز. دي بتبقى ليفل 2 عن الرينج اوف موشن، ولكن التمارين دي مش موجهه لكل الناس، لان ممكن حد يكون عنده مشاكل في الدوره الدمويه، ممكن حد يكون اوريدي كان عنده مشاكل في الرقبه هو مش حاسس بيها. ممكن التمارين دي تعمل اكساجريتد للساين والسيمتومز اللي كانت موجوده فيها. وكالعاده في اخر اي فيديو احنا بنقول دايما ان الوقايه احسن بكتير جدا من العلاج. والالم اللي احنا بنشوفه في العمود الفقري حرفيا بيبقى الم صعب، لدرجه ان انت ممكن يعني لدرجه مثلا زي عرق النسا ده هو اتسمى كده ان هو ممكن ينسي الانسان اسمه من شده الانفلاميشن وشده الوجع اللي بيكون موجود. وبالتالي الوقايه احسن بكتير من العلاج. فحاول تحفظ نفسك، لان الصحه هي اغلى نعمه عند الانسان. بس كده، دي كانت نهايه حلقه النهارده. اتمنى ان انا اكون جاوبت على السؤال. كالعاده لو الحلقه عجبتك وبتشوفني على اليوتيوب ما تنساش ان انت تنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وانزل اكتب لنا في الكومنتات المواضيع اللي حضراتكم حابين ان احنا نتكلم عنها ان شاء الله. شوفني على الفيسبوك، ما تنساش تعمل لي لايك، منشن،
شير. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه قريب جدا. سلام.